فأنا محتاجة إن أنا لمّا أقابل أمور صعبة أو يبقى عندي شوية تحديات أو أنا نفسيًا تعبانة، إن أنا أعالج المشكلة دي، ما أهربش منها أو أتصرّف فيها بطريقة غلط. طيب إزاي أول حاجة أمسك المشكلة نفسها وأحاول أشوف إيه الحلول بتاعتها، إزاي أتعامل مع المدير الصعب اللي عندي، ممكن أقرا شوية عن شخصيته وإزاي أتعامل معاه. هل ممكن أروح أتكلم معاه، ممكن أواجه الأمور إزاي إن أنا ممكن أطوّر من شغلي نفسه، ممكن أكون أنا فعلًا مقصّر في شغلي وده اللي مأدّي لمشاكل اللي عندي، ممكن أكون أنا مقصّر في بيتي فده مأدّي لمشاكل أنا باواجهها. فمحتاج إن أنا آخُد المشكلة الحقيقية وأحطها قدّامي كده وابتدي إن أنا أواجهها. لو أنا فشلت بكل الطرق إن أنا أواجه المشاكل اللي باقابلها سواء مع ناس، مع أفراد، مع نفسي، ممكن أبتدي أتحرّك متخصص في ده يساعدني إزاي أفكّر، إزاي أتصرّف، إزاي أعالج المشكلة اللي أنا باقابلها دي. فمهم جدًا إن أنا لو عندي مشكلة نفسيًا إن أنا